تعرف ازاي تحافظ على هدوءك لما الدنيا بتقلب على الآخر؟ النهاردة في سكن هنقولك على 3 حيل نفسية تخليك دايما مرتاح البال حتى لو في زحمة مترو الأنفاق. ومش هنقولك عن يوجا، هنقولك على حاجات تطبقها وانت قاعد على الكنب. أول حيلة، اخدع دماغك ب5 دقايق. لما تحس بالضغط قول أنا هاخد 5 دقايق أجازة مفيش حد يدخلها. شغل أغنية حلوة من غير كلمات، موسيقى بيانو أو أصوات طبيعية، وركز في شوية نبات قدامك أو حتى صورة شجرة. الخدعة دي بتعيد شحن دماغك زي ما براد الشاي بيعيد تسخين المية. تاني حيلة، حول الهم لحكاية. اكتب مشكلتك على ورقة وكأنك بتكتب قصة. كان في واحد اسمه كذا وواجه موقف في الآخر. اكتب بعد أسبوع أو شهر أو سنة هيكون الموقف دي عدت ومش فاكرها. لما تشوف همك من بره هتلاقيه أصغر بكتير. تالت حيلة، اتكلم مع نفسك كأنك صاحبك. اسأل نفسك لو صاحبي واقع في الموقف ده هقوله ايه؟ هقوله ربنا كريم الحمد لله انها عدت، ولا هقوله انت هتعدي الموضوع ده بالسهل؟ الرأفة بالنفس دي هي الفرق بين الانهيار والعبور. جرب النهاردة الحيلة التانية واكتب لنا هم النهاردة كان كذا وحولت القصة. وما تنساش تشترك لو عايز تدخل عالم الناس اللي بتعيش بوعي، ودوس على الجرس عشان الفيديو الجاي ازاي تبني حدود صحية مع الناس. وخليك فاكر الراحة مش رفاهية، دي زيت لمحرك دماغك.